عملوها الأبطال، عملوها الأبطال. مبروك يا زمالك. الزمالك يعود من تاني لمنصات التتويج ويعود بطلا لأفريقيا الكونفدرالية يا زمالك. الكونفدرالية في 100 عقبة، الكونفدرالية الثانية للمرة الثانية في تاريخ نادي الزمالك والأخيرة، والبطولة الوحيدة اللي بيتفوق فيها نادي الزمالك في عدد البطولات عن النادي الأهلي، لأن خلاص البطولة دي هتتلغي. آخر واحدة معانا منها 2 والنادي الأهلي معاه منها واحدة. السوبر الأفريقي بشهادة ريمو وسيمو تحت مسؤوليتهم هيكون ما بين الأهلي وما بين الزمالك. مبروك يا زمالك، مليون مبروك يا رجالة. هو ده الأداء، هو ده نادي الزمالك اللي عايزينه، هي دي البطولات اللي بنسعى لها، هو ده الروح، هي ده القتال، هي دي الرجاله، هم دول الاسود، هم دول المصريين. النهارده بدعوات كل المصريين، شكرا للجميع، شكرا لجماهير الزمالك العظيمه، جماهير الزمالك العظيمه اللي عملت النهارده ملحمه، سواء كان في الاستاد او سواء في كل حته في مصر او سواء في كل حته في الوطن العربي. مليون مبروك لكل زملكاوي، مليون مبروك لكل مصري، مليون مبروك لمشجعين نادي الزمالك في العالم كله. النهارده لينا كلام كتير على حاجات كتير، اولهم كلام عن فريق نهضة بركان. نهضة بركان فريق مغربي شقيق، فريق محترم، وكان النهارده منافس قوي، وما نحبش ابدا اي حد يقلل من فريق نهضة بركان، لانه فعلا النهارده كان منافس قوي في الملعب. احنا فزنا من منافس قوي، من منافس شرس. احنا يا جماعه اتغلبنا هناك وفزناهم هنا. منافس كان شريف، كان قوي. حابب اشكر اللعيبه نهضة بركان قبل ما اكمل في كلام كتير عن المباراه وفي كلام كتير عن فرحه الزملكاويه النهارده. بنشكر اللعيب اللي هنذكر اسمه طبعا، معلش، ياسين البحيري. لعيب ياسين البحيري، لعيب نهضة بركان، اللي النهارده انقذ اللعيب دونجا. وللاسف كان المعلق سواء بقصد او غير قصد قال عليه بيلعب جودو، وقال عليه معرفش ايه. الكلام ده غير صحيح احقاقا للحق، علشان اخواننا ما يكونوش زعلانين. احنا بنشكره وبنشكر كل لاعبين نهضة بركان على الروح الرياضيه. بنشكر طبعا النهارده كل جماهير الاهلي العظيم، جماهير النادي الاهلي كلها النهارده في مصر كانت بتشجع نادي الزمالك، صحيح، وكانت وراه وكانت معاه، وبدعواتهم وبدعوات الملايين من المصريين في كل شبر من ارض مصر قدر النهارده الزمالك الكبير، الزمالك البطل، الزمالك العظيم بلاعبيه وبكل من كان موجود، بمن حضر واللي ما حضرش. بنشكر كل اللعيبه، في لعيبه ما حضرتش ولكن كان وجودهم المعنوي موجود في الملعب. النهارده فرحه كبيره، بنهدي اغنيتنا اللي قليل قوي ما بنقولها، لكن ان شاء الله ربنا يريد ان يبقى فيها كلها افراح يا زمالك وكلها بطولات، وتبقى فتحه بطولات. وما نزعلش ابدا لما نشاور ونقول على الخطا ايه، لما ننتقد ونقول، لان ده في مصلحه نادي الزمالك، ولو صوتنا بيوصل يبقى في مصلحه نادي الزمالك. انا عايز الكل يشير الفيديو ده، انا عايز الكل يوصل الفيديو ده، لان الليله احتفال والليله فرحه والليله مش هننام في مصر، وكل جماهير الزمالك هتحتفل معانا النهارده. اغنيه زملكاوي من يومي، زملكاوي من يومي، كلمات ريمو، الحان سيمو، غناء ريمو وسيمو. هنسمعها وهنحتفل مع بعض. وصل الفيديو بقى لكل الزملكاويه وكل اللي عايزين يحتفلوا وكل المصريين. زملكاوي زملكاوي زملكاوي. زملكاوي ومن يومي
تيشيرته البيضة في هدومي صور لعبته ألبومي وليا معانا حكاوي زملكاوي ومن يومي تيشيرته البيضة في هدومي صور لعبته ألبومي وليا معانا حكاوي زملكاوي ماليش غيره فريق تاني زملكاوي بقلبي وبروحي وكياني زملكاوي يلا كله يجي يحتفل النهارده مصر كلها فرحه زملكاوي زملكاوي ومن يومي تيشيرته البيضة في هدومي صور لعبته ألبومي وليا معايا أنا حكاوي زملكاوي ومن يومي تيشيرته البيضة في هدومي صور لعبته ألبومي وليا معايا أنا حكاوي زملكاوي وليه عاشق بطل والكل بيسابق يفوز او لا مش فارق يعيش كل زملكاوي زملكاوي وليه عاشق بطل والكل بيسابق يفوز او لا مش فارق يعيش كل زملكاوي زملكاوي ورافع علمه بالدقيقة زملكاوي ودايما روحي رياضية زملكاوي ورافع علمه بالدقيقة زملكاوي زملكاوي ودايما روحي رياضية زملكاوي زملكاوي ومن يومي تيشيرته البيضة في هدومي صور لعبته ألبومي وليا على حكاوي الله يا زمالك الله يا زمالك النهارده فرحه النهارده فرحه كبيره مش كل يوم يا جماعه بناخد بطوله افريقيه فرحه كبيره النهارده فرحه كبيره لكل زملكاوي لكل جماهير الكوره في مصر لكل جماهير الكوره في مصر النهارده كله يوصل اللايف ده للسما النهارده كل زملكاوي معانا النهارده الف شكر لجماهير النهارده نهضة بركان المغربي الجماهير المغربيه المحترمه اللي بقول لها من هنا انتوا احسن جماهير في العالم لانكم جماهير عندكم روح رياضيه بجد النهارده جماهير نهضة بركان والنهارده جماهير المغرب بالرغم من ان هي ما فازتش بالبطوله لكن النهارده بتهني وبتشجع والنهارده بتبارك لنا انا ما شفتش جمهور جميل كده في العالم النهارده باسم جمهور الزمالك المصري وجمهور الاهلي وجمهور مصر كلها بقول لكم انتوا فوق الراس والعين والقلب النهارده الزمالك بره دمارنا ببطوله في ظل موسم صفري كان ايدينا على قلوبنا في كل وقت كان ايدينا على قلوبنا في كل وقت لكن الزمالك فرحنا عشان دعوات ملايين الجماهير من نادي الزمالك ودعوات واخواتنا وحبايبنا جماهير النادي الاهلي اللي هنتنا هي كمان وكانوا معانا النهارده كل الكافيه اللي قاعد عليه كان اهلاويه وزملكاويه كله كان بيتمنى كله كان بيقول يا رب النهارده جماهير النادي الاهلي وجماهير نادي الزمالك كله ايد واحده في التشجيع النهارده كله موجود في اللايف وشايفه النهارده كله بيعمل لايكات النهارده كله بيوصل الفيديو مش عشان فيديو عن الاهلي ولا عشان فيديو عن الزمالك عشان فيديو لمصر كلها الكونفدراليه اتحسبت لنا يا زمالك الكونفدراليه اتحسبت لنا يا زمالك باركولي وهنوني وقولوا لي ان انا صاحي ومش نايم وحفلتنا للصبح هغني لكم زملكاوي من يومي الناس اللي طلبت هغنيها لك بالجيتار هقولها لك سولو بالجيتار وصل لكل الناس وصل لكل الدنيا اهو انا اسف في الصوت يا جماعه عشان بنهج والواحد انتوا شايفين حالته
بيضة في هدومي، صور لعبته ألبومي وليا معاها أنا حكاوي، زملكاوي ومن يومي تيشيرته البيضة في هدومي، صور لعبته ألبومي وليا معاها أنا حكاوي، زملكاوي ماليش غيره فريق تاني، زملكاوي بقلبي وروحي وكياني، زملكاوي ماليش غيره فريق تاني، زملكاوي زملكاوي بقلبي وروحي وكياني، زملكاوي زملكاوي ومن يومي تيشيرته البيضة في هدومي، صور لعبته ألبومي وليا معاها أنا حكاوي، زملكاوي ومن يومي تيشيرته البيضة في هدومي، صور لعبته ألبومي وليا معاها أنا حكاوي. أوه أوه يلا زملكاوي وليه عاشق بطل والكل بيسابق يفوز او لا مش فارق يعيش كل زملكاوي، زملكاوي وليه عاشق بطل والكل بيسابق يفوز او لا مش فارق يعيش كل زملكاوي، زملكاوي ورافع علمه بايديا، زملكاوي ودايما روحي رياضية، زملكاوي ورافع علمه بايديا، زملكاوي زملكاوي ودايما روحي رياضية، زملكاوي زملكاوي ومن يومي تيشيرته البيضة في هدومي، صور لعبته ألبومي وليا معاها أنا حكاوي، زملكاوي ومن يومي تيشيرته البيضة في هدومي، صور لعبته ألبومي وليا معاها أنا حكاوي. ألف مبروك لجماهير نادي الزمالك وجماهير النادي الأهلي اللي بوعدهم إن شاء الله هيكون في أغنية لجماهير النادي الأهلي إن شاء الله لما ياخدوا دوري أبطال أفريقيا، عشان يبقى نهائي السوبر الأفريقي السنة دي مصري. ألف مبروك لجماهير نادي الزمالك. نسمعكم يا جماعة ونحتفل، ووصلوا الفيديو لكل زملكاوي ولكل شعب مصر اللي عايز يحتفل النهارده بنادي الزمالك اللي بياخد الكونفدرالية الثانية في تاريخه والأخيرة. ومعلش يا اخواتنا الأهلاوية، البطولة دي احنا تفوقنا عليكم فيها، وهقول لك ليه. البطولة خلاص اخر سنه ليها السنه دي، فزنا بالبطوله الثانيه، بقينا معانا 2 يا اهلاوي وانت معاك واحده. معلش احنا تفوقنا في البطوله دي. شكرا سيبنا نتفوق لاحمد حمدي، شكرا لاحمد حمدي اللي جاب النهارده هدف الفوز، هدف البطوله. احمد حمدي بندعي له ونتمنى الكل يدعي له ان اصابته تكون بسيطه باذن الله، ودعواتنا لاحمد حمدي بالشفاء. يا ريت نذكره في الكومنتات، احمد حمدي ربنا يشفيه واصابته ان شاء الله ما تطلعش الاصابه الوحشه باذن الله يا رب، وتطلع لانه لعيب فعلا واعد، ولعيب يعني جاي من النادي الاهلي برضه يعني، وكل من جاي من النادي الاهلي لازم يبقى برضه مستواه يعني مستوى بطولات. جاب الهدف الوحيد النهارده، ولكن الحمد لله البطوله دي كنا في امس الحاجه ليها، البطوله دي كنا بنحلم بيها. لو ما كانش النهارده الزمالك فرحنا بالبطوله دي، وبطوله غاليه وبطوله افريقيه، وبرضه بقالنا فتره كبيره ما فرحناش ببطولات افريقيه. النهارده البطوله دي بتمحي موسم صفري ما خدناش فيه اي بطولات خالص، ولكن النهارده فرحتنا كبيره جدا جدا بكونفدراليه ثانيه واخيره لنادي الزمالك. النهارده بطوله افريقيه وعرس كبير، وبنعدكم ويعني كلام على مسؤوليتنا. كلمه لازم توصل للناس، واعمل سكرين شوت للفيديو ده. ان السوبر الافريقي هيكون ما بين الزمالك وشقيقه الاهلي، وهيبقى مصري. نسمع بقى الكلام المهم اللي لازم يوصل لكل جماهير الكوره في مصر، زملكاوي واهلاوي واي جمهور بيشجع كوره في مصر. النهارده انا مش عارف اوصف لكم بساطتي وفرحتي قد ايه وانا شايف تعليقات زملكاويه جنب اهلاويه. النهارده التعليقات اللي انا شايفها من جمهور النادي الاهلي بجد هتخليني ابكي. انا وريمو لينا الفخر ان احنا صنعنا حاله من الحب
النهارده احنا تقريبا بنسبه 99% و9 اللي صفحه الوحيده اللي موجود فيها زملكاوي بيهني بفوز فرقته واهلاوي النهارده. ده كمان النهارده الصفحه الوحيده اللي هتلاقي فيها شعب المغرب العزيز واللي كان بيشجع نهضة بركان داخل بيبارك للزملكاويه. النهارده احنا الحمد لله صنعنا ألفة كبيرة، وعشان توصل الألفة الكبيرة دي للوطن العربي كله انا مش هشيل علم الزمالك ولا هشيل النهارده علم الاهلي. انا النهارده هشيل عشان كلنا متجمعين مع بعضنا، هشيل علم مصر. هقول ان الكونفدراليه الافريقيه النهارده راحت لمصر، ودوري ابطال افريقيا باذن الله هيروح لمصر. النهارده الكونفدراليه الافريقيه راحت لمصر واتحسبت باسم مصر، اتحسبت باسم مصر. النهارده الكونفدراليه الافريقيه ودوري ابطال افريقيا هيكون سوبر افريقي بيجمع اهل مصر وكل اخواتنا المغاربه. بقول لهم العلم بتاعكم معايا عشان اقول لكم انتوا عزاز على قلوبنا. احنا النهارده كلنا واحد. هارد لك لفريق نهضة بركان المغربي ومعانا جماهير المغرب، انتوا فوق دماغنا. دي مجرد كوره وتنافس كروي شريف، ما بيناش اي شيء غير مجرد لعبه كوره. فرحانين بفريقنا وبنقول لكم انتوا كنتوا رجاله. رفع علم المغرب. المشهد ده يوصل للجميع. النهارده كانت اخوه ومباراه اخوه. وتاني لعبنا ياسين البحيري، ياسين البحيري او البحيري، معلش لو انا بنطق. بنشكره اللاعب ده على روحه الرياضيه. وتاني بنعتب على المعلق علي محمد علي اللي قال ان هو بيلعب جودو وجابوا الارض وما اعرفش ايه. لا ما حصلش. اللي شفناه كلنا ان اللعيب المحترم لعيب نهضة بركان كان بينقذ نبيل عماد دونجا، وكان لو ما انقذوش وما شالوش كده كان ممكن يحصل له حاجه في ظهره او في راسه لا قدر الله. لكن ده بيدل على الروح الرياضيه الجميله اللي كانت للعيب المغربي. وكل التحيه لكل نهضة بركان المغربي ولكل شعب المغرب. النهارده هي دي الكوره، النهارده بنكسب بكره بنخسر، مفيش اي مشكله. كانت روح رياضيه جميله ما بين الاثنين، وانا شايفهم بيباركوا لنادي الزمالك، ودي روح طيبه جميله منهم مع اخواننا الاهلاويه. وهي دي الرياضه وهي دي الروح الرياضيه، وهو ده اللي احنا بنيجي علشان نقوله وعلشان نوصله للناس. النهارده فرحتنا كبيره جدا ان رسالتنا ابتدت توصل لقطاع كبير، وان احنا نبعد عن التعصب ونبعد عن الفتنه الكرويه ونبعد عن الخناقات. النهارده بتجيلي رسائل وكومنتات بتقول لي انا اب وولادي زملكاويه وانا اهلاوي، او انا زملكاوي وولادي اهلاويه، او انا اختي اهلاويه وانا زملكاوي، وهكذا. فالاسره الواحده فيها زملكاوي وفيها اهلاوي، وكل الموجودين اكيد يكتبوا لي مين قريبه ومين يعرفه هيكون زملكاوي او اهلاوي او العكس. مفيش ابدا. نبعد روح التعصب دي. واللي ده يقول لك تعالى نعمل روح مبادره حلوه. النهارده كل اهلاوي بيتفرج عليا يتيج لاخوه الزملكاوي، لصاحبه، لحبيبه، لقريبه، يكتب له الف مبروك. النهارده يا جماعه، النهارده ده واجبكم. ما انتوا برضو لازم تغطوا عينيكم عن الفيديوهات اللي كلها شتيمه وكلها يقول لك بيسموها قصف، وكلها بيقول لك فيديوهات قصف جبهه. والفيديو لازم انت تغطي عينيك عنها. انت النهارده دورك ان انت تشير النهارده لاخوك الزملكاوي تقول له الف مبروك. ابتديها النهارده، ابتديها من اللايف ده، قول له الف مبروك يا اخويا، والعكس يتم. هو ده اللي يتم. نبعد عن القصف، نبعد عن التعصب. الف مبروك. النهارده البطوله مصريه. النهارده ما اقولكوش انا فرحانه قد ايه وانا بتفرج على جماهير النادي الاهلي الكبيره وهي جنب جماهير نادي الزمالك. كلنا بنهني بعض. الف مبروك، الف مبروك يا زمالك. كان محتاج الزمالك البطوله دي بطوله غاليه لانها بتخرجك من موسم اقوى. مبروك. اللي بيقول لي مبروك يا محترمين قد ايه بيسعدني، سواء اهلاوي او زملكاوي. انتوا اللي محترمين طالما عندكم المشاعر الحلوه دي انك تخش تهنيني. يبقى في امل يا جماعه، في امل يا جماعه ان التعصب ما بقاش موجود. في امل ان احنا نتفرج زي بره على كوره، ونقعد جنب بعض في مدرج واحد ونقعد نتفرج على كوره، نحفل تحفيل لذيذ ونضحك مع بعض. اهلا وسهلا، مطلوب. لكن في الاخر اللي بيسود
هو الروح الرياضية، هو الروح الرياضية. وصل كلامنا ده للدنيا كلها. الروح الرياضية هي اللي بتسود، والكلمة الطيبة هي اللي بتسود. كلنا اخوات في الاخر، واي بطولة بتتحسب لمصر، وفي الاخر كل ده بيفيد منتخب مصر. النهارده كل مصر كانت ورا نادي الزمالك لانه ممثل مصر في البطوله الافريقيه الكونفدراليه اللي النهارده فرح الزملكاويه وفرح كل المصريين في مصر والوطن العربي بالبطوله دي. لكن يوم السبت الجاي كل مصر زملكاويه قبل الاهلاويه هيبقوا ورا النادي الاهلي الكبير، غول افريقيا وكبير افريقيا وسيد افريقيا، وقول عليه زي ما تقول المدجج بعدد الاكثريه من البطولات الافريقيه. هنبقى كلنا ورا النادي الاهلي يوم السبت الجاي علشان بس طبعا ياخد دوري ابطال افريقيا لانه ممثل مصر فيها، وعلشان يقابلنا بقى. وتعالى لي بقى يا غريمي ونصطفي مع بعض في سوبر افريقي مصري، وكل يشجع فريقه بكل حب وبكل احترام، وهي دي الروح الرياضيه. خدوها كلمه علينا، وخدوا الفيديو ده سكرين شوت وحاسبونا عليه. ان شاء الله باذنك يا رب السوبر الافريقي هيبقى مصري خالص ما بين الزمالك وما بين الاهلي، وتقريبا هيبقى ساعتها تاني سوبر افريقي. الاول كان على ما افتكر سنه 94 وكان من نصيب الزمالك. ونشوف والمباراه بقى هي اللي هتقول ما بيننا ايه اللي هيحصل. مبروك للزمالك النهارده، مبروك لكل جماهيره، بطوله غاليه جدا، بطوله الكونفدراليه. حابب نذيع الاغنيه تاني؟ يلا نذيع الاغنيه ونختم بالاغنيه. وصلوا اغنيه زملكاوي من يومي، كلمات ريمو والحان سيمو، لكل جماهير الزمالك ولكل جماهير الكره اللي فرحانين معانا النهارده بفوز نادي الزمالك الكبير والعظيم صاحب البطولات والتاريخ الكبير بالبطولة الكونفدرالية الأفريقية الثانية في تاريخ. زملكاوي 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 ومن يومي تيشيرت بيضة في هدومي، صور لعبته ألبومي وليا معاها أنا حكاوي. زملكاوي ومن يومي تيشيرت بيضة في هدومي، صور لعبته ألبومي وليا معاها أنا حكاوي. زملكاوي ماليش غيره فريق تاني، زملكاوي بقلبي وبروحي وكياني. زملكاوي ماليش غيره فريق تاني، زملكاوي بقلبي وبروحي وكياني. زملكاوي ومن يومي تيشيرت بيضة في هدومي، صور لعبته ألبومي وليا معاها أنا حكاوي. زملكاوي ومن يومي تيشيرت بيضة في هدومي، صور لعبته ألبومي وليا معاها أنا حكاوي. زملكاوي وعاشق بطل والكل بيسابق يفوزها، لا مش فارق يعيش كل زملكاوي وعاشق بطل والكل بيسابق يفوزها، لا مش فارق يعيش كل زملكاوي ورافع علمه بالدقيقة، زملكاوي ودايما روح رياضية. زملكاوي ورافع علمه بالدقيقة، زملكاوي ودايما روح رياضية. زملكاوي ومن يومي تيشيرت بيضة في هدومي، صور لعبته ألبومي وليا معانا حكاوي.